قوات عسكرية زائدة في سيناء يمكن التراجع عنها، لكن إقامة بنى تحتية عسكرية غير مؤقتة تعتبره إسرائيل تصعيدا مقلقا. إسرائيل لن تتساهل مع الوضع الحالي، والموضوع على رأس أولويات وزير الدفاع إسرائيل كاتس. تفتكر إيه اللي ممكن يخلي إسرائيل تبعت استغاثة لواشنطن وتقول لهم الجيش المصري بيهدد أمننا القومي؟ هل معقول بعد أكتر من 40 سنة على اتفاقية السلام نوصل للمرحلة دي؟ طب إيه اللي بيحصل فعلا في سيناء؟ وليه مصر بترص منصات صواريخ على حدودها؟ القصة مش مجرد توتر حدودي، دي مواجهة صامتة. كل طرف بيحاول يخبي اللي في دماغه، بس في الآخر كل حاجة باينة. هل فعلا مصر بتكسر الاتفاق اللي بينا؟ طب هو احنا فعلا كسرنا الاتفاق؟ ولا في حاجة أكبر؟ في حكاية طويلة وراها أسرار كتير، بس خليني أحكيها لك واحدة واحدة. بس خد بالك، الكلام ده مش هزار، ده مستقبل أمننا القومي. ركز معنا في الفيديو وصدقني هتنبهر. بس الأول ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان الحلقات الجاية هتكون أقوى. تمين تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر، تنتصر منين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنة هذول. قسما بالله اللي حيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. أرضي وأنا حر، ولا تلومن إلا أنفسكم. عيب تتعاملوا مع ناس كبار. إسرائيل هي التي خرقت اتفاقية 79 واتفاقية كامب ديفيد. نعم. إسرائيل هي التي تطرح الآن صيغ جديدة هدفها ليس فقط تواجد القوات المسلحة في سيناء، بل تفكيك الجيش المصري. وهذا هدف إسرائيل نعرفه من أيام بن جورن، تحدث عن 3 جيوش عربية لابد من تفكيكها: العراق، سوريا، مصر. من كام شهر بدأت تظهر تقارير إعلامية بتتكلم عن توتر كبير بين القاهرة وتل أبيب، والسبب الوجود العسكري المصري في سيناء. إسرائيل بدأت تقلق وتشوف إن اللي بيحصل ده ممكن يهدد اتفاقية كامب ديفيد اللي اتوقعت سنة 1979. بس قبل ما نفهم الخوف ده جاي منين، لازم نرجع ورا شوية. بعد حرب أكتوبر 1973 مصر وإسرائيل وقعوا اتفاقية سلام تاريخية سنة 1979، اتفاقية كامب ديفيد. واحد من شروط الاتفاقية دي إن سيناء تتقسم ل3 مناطق، وكل منطقة فيها قيود معينة على التواجد العسكري. المنطقة ألف موجود فيها قوات الجيش المصري بشكل محدود. المنطقة ب قوات حرس الحدود. المنطقة ج فيها شرطة مدنية بس، وممنوع تماما دخول الجيش. لكن اللي حصل مؤخرا إن الجيش المصري بدأ يعزز وجوده العسكري في سيناء وينشئ بنية تحتية عسكرية جديدة، خصوصا في المناطق القريبة من غزة ومحور فيلادلفيا. حسب تقارير، عدد القوات المصرية قرب الحدود ارتفع بنسبة 30% عن المتوسط المعتاد في السنوات الأخيرة، وتم إنشاء ما يقرب من 45 نقطة مراقبة جديدة خلال 6 أشهر بس. كمان في تقارير بتقول إن مصر استخدمت طائرات استطلاع بدون طيار لأول مرة لمراقبة التحركات قرب الحدود، وده تطور نوعي في الاستراتيجية الدفاعية. نتنياهو وحكومته بدأوا يصرخوا مصر بتخرق اتفاقية السلام، وطلبوا رسمياً من القاهرة وواشنطن إنهم يفككوا البنية التحتية العسكرية دي. بس مصر ردت بكل وضوح وقالت اللي بنعمله ده لحماية أمننا القومي، ومش بنخرق أي اتفاق، بالعكس إسرائيل هي اللي بدأت بالخروقات. إزاي؟ هنا بقى ندخل في تفاصيل خطيرة. المصادر المصرية أكدت أن القاهرة أوضحت لإسرائيل أنها تتخذ الإجراءات المناسبة لتأمين حدودها. ممر فيلادلفيا، خط النار. الممر ده شريط حدودي طوله حوالي 14 كيلومتر بين غزة وسيناء. في 2005 بعد ما إسرائيل انسحبت من غزة، اتفقوا مع مصر على وجود 750 جندي مصري لحراسة الحدود. لكن في 2024 ومع تصاعد الحرب في غزة، إسرائيل احتلت الممر ده من ناحية قطاع غزة، وده خرق واضح لاتفاقية كامب ديفيد. وده تسبب في حالة من التوتر غير المسبوق، خصوصاً إن المعبر بيخدم أكتر من 70% من المساعدات اللي بتدخل لغزة، واللي وصلت لأكتر من 600 شاحنة شهرياً قبل الأزمة. تقارير الأمم المتحدة أشارت إلى إن المعبر كان مسؤول عن تمرير حوالي 80% من الإمدادات الطبية في غزة.
في المقابل مصر قالت لو إسرائيل دخلت قوات هناك من حقنا نحمي حدودنا وندخل قوات كمان. اللي بيزود الطين بلة إن في تقارير بتتكلم عن نية إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من غزة. الموضوع ده لو حصل هيغير الجغرافيا السياسية بالكامل. حسب مركز الشرق الأوسط للأبحاث، في سيناريو بيقول إن التهجير المحتمل ممكن يوصل عدد النازحين لأكتر من 500,000 شخص في أقل من شهر، وده هيشكل ضغط هائل على البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية في شمال سيناء اللي عدد سكانها الحالي حوالي 450,000 نسمة بس. ده معناه إن عدد السكان يتضاعف في أيام، وده تحدي صعب حتى على الدول ذات الموارد الكبرى. مصر قالتها بصراحة، سيناء خط أحمر ومش هنسمح بأي تهجير. أحذر إسرائيل من مغبة التحرش أكثر بمصر. يقول لك مصر دخلت مخازن للذخيرة في سيناء. ما دخل إسرائيل كلها بهذا الأمر؟ سيناء بلدنا وليست بلدكم، ولا لكم أي حق في الحديث عن سيناء. لا يحق لأحد في إسرائيل من نتنياهو لأصغر ضابط صغير في إسرائيل أن يتحدث عن الإجراءات التي تتخذها مصر. والرئيس السيسي بنفسه أكد إن مصر مستعدة عسكريا لأي احتمال. طيب ليه دلوقتي؟ في 3 أسباب رئيسية خلت إسرائيل تبدأ الهجوم الإعلامي والسياسي. 1. مشاكل داخلية في إسرائيل. الحكومة الإسرائيلية تحت ضغط كبير بسبب الحرب والتكلفة العسكرية اللي تخطت 12 مليار دولار خلال أول 4 شهور من الحرب، وده أدى لتسجيل عجز في الميزانية بنسبة 6% لأول مرة من 2014. 2. طلب دعم أمريكي. إسرائيل بتحاول تقنع أمريكا إنها مهددة من مصر عشان تطلب مساعدات وأسلحة أكتر، وبالفعل الكونجرس وافق على حزمة مساعدات طارئة لإسرائيل بقيمة 14.5 مليار دولار. 3. إبعاد مصر عن ملف إعادة إعمار غزة، لأن مصر كانت بتحاول تلعب دور كبير في التهدئة والنتنياهو مش عايز كده. هل فعلا مصر خرقت الاتفاقية؟ اللواء سمير فرج خبير استراتيجي قال إن كل التحركات المصرية قانونية وبتتم بالتنسيق مع لجان مشتركة وفي رقابة من الأمم المتحدة. البعثة الدولية الموجودة في سيناء أكدت في تقرير سري تم تسريبه لوسائل الإعلام إن التعزيزات المصرية لا تشكل تهديد مباشر، وأكد إن مصر ما اتدخلتش ولا خلفت الاتفاقية، لكن بتأمن حدودها قدام احتمال التهجير. طب وإسرائيل؟ إسرائيل مش بس احتلت محور فيلادلفيا، دي كمان سيطرت على معبر رفح من الناحية الفلسطينية، وده المعبر الوحيد اللي بيربط غزة بالعالم الخارجي. التقارير بتقول إن إسرائيل بتمنع دخول ما يقرب من 85% من الشاحنات الغذائية والطبية اللي كانت بتدخل من خلال المعبر، واللي أثرت على أكتر من 1.5 مليون شخص في القطاع. ده أدى لانخفاض مخزون الوقود بنسبة 92% داخل غزة، وده بحسب بيان مشترك من وكالة الأونروا وبرنامج الأغذية العالمي. الأرقام بتقول إيه؟ أكتر من 2.3 مليون فلسطيني محاصرين في غزة. إسرائيل شنت أكتر من 6000 غارة جوية على القطاع من أكتوبر 23 لحد مارس 2024. مصر أقامت أكتر من 40 برج مراقبة جديد على الحدود، وزودت التواجد العسكري بنسبة تقارب 35% في الشهور الأخيرة. الأمم المتحدة بتحذر من كارثة إنسانية في غزة، سيناريوهات مرعبة. لو حصل تهجير فعلي من غزة، ده هيشكل تهديد وجودي لمصر، لأن دخول مئات الآلاف لسيناء هيخلق أزمة أمنية وسكانية. لو استمرت إسرائيل في خرق الاتفاقيات، ده ممكن يؤدي لتجميد وإعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد. بعض التقديرات بتقول إن تكلفة تأمين الحدود المصرية في حالة التهجير ممكن توصل ل1.2 مليار دولار سنوياً. منظمات دولية حذرت من احتمال حدوث موجات نزوح تانية في حالة استمرار العمليات العسكرية بنفس الوتيرة. دراسة من معهد كارينجي رجحت إن استمرار التوتر ممكن يؤدي لإعادة ترسيم مناطق التمركز الأمني في سيناء، وده هيتطلب موافقة دولية. في النهاية، الموضوع مش بس شوية عساكر على الحدود، دي لعبة كبيرة فيها مصالح وخطط ومؤامرات، واللي بيحصل دلوقتي هو اختبار حقيقي لثبات مصر السياسي والعسكري. مصر بتقول بوضوح سيناء خط أحمر، وأمننا القومي مش مطروح للتفاوض. والسؤال اللي لازم نسأله لنفسنا، هل إسرائيل فعلاً بتحاول تشعل أزمة جديدة ولا بتضغط لتحقيق مكاسب سياسية؟ الموضوع لسه في بدايته، واللي جاي ممكن يكون أخطر. تابع معانا لأن الحكاية لسه ما خلصتش. بس كده، لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي، شكراً إنك كملت معانا لآخر الحكاية. لو عجبك التقرير ما تنساش اللايك والاشتراك علشان يوصلك كل جديد. نشوفك في الفيديو الجاي. سلام. انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر؟ تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنة هذول. قسما بالله
ارضي وانا حر ولا تلومن الا انفسكم. عيب تتعاملوا مع ناس كبار.